السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء طلبة الصف الأول الإعدادي، النهارده معادنا مع موضوع جديد هو تمارين على ضرب وقسمة الأعداد النسبية. هناخد الضرب والقسمة بس من خلال أمثلة. تعال نشوف أول مثال عندنا. بيقول لي أكمل ما يلي. المحايد الضرب للأعداد النسبية. المحايد الضرب في الأعداد النسبية هو الواحد. ليه سموه محايد؟ لو أنا مثلا قلت لك اضرب نص في واحد، الإجابة برضو نص، محايد، ولا زود ولا نقص. طب السؤال اللي بعده بيقول لي عايز المعكوس الضربي للعدد 3 على 7. لو أنا قلت لك عايز العدد المعكوس الضربي ل 3 على 7 بشقلب البسط والمقام، هيبقى 7 على 3. يبقى المعكوس الضربي للعدد 3 على 7 هو 7 على 3. طب مين يجاوب بقى معايا السؤال اللي بعده؟ أيوه صح كده. أولا السالب سيبه في حاله، و4 على 9 هتبقى 9 على 4. طب الكلام ده سهل يا استاذ لحد دلوقتي، انا عمال اشقلب البسط والمقام. طب تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي عايز المعكوس الضربي للعدد -6. واحد يقول لي السالب 6 دي يا استاذ اصلها على 1. يبقى لما اشقلب البسط والمقام يبقى 1 على 6، بس ما تنساش حط السالب فوق. والله السالب فوق قدام العدد مفيش مشكله، بس اوعى تحط السالب في المقام. طب ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لي عايز المعكوس الضربي للعدد 3.5. يا ترى ايه؟ ايوه فكر شويه كده. بص معايا هنعمل ايه؟ هرفع الكسر الاول. 2 في 3 ب6 واجمع عليها 1. تعال على جنب كده 2 في 3 ب6 و1 يبقى 7 على 2. يبقى لما اجيب المعكوس الضربي يبقى 2 على كام؟ 7. تعال نراجعها تاني. 2 في 3 ب6 و1 يبقى 7. 7 على 2 اشقلب البسط والمقام يبقى 2 على 7. طب السؤال اللي بعده بيقول لي عايز المعكوس الضربي ل5/10. اقول له استنى، 5/10 دي اصلها 5 على 10. واحد يقول لي تنفع نص يا استاذ؟ هي نص، ممكن تختصر. يبقى 5/10 يعني 5 على 10 يعني نص. لما اجيب المعكوس الضربي هقول له 2 على 1 اللي هي كام عندي؟ 2. نراجعها تاني. 5/10 يعني 5 على 10. لما اختصرها تديني نص، يبقى المعكوس بتاعها 2، معكوس ضربي 2 على 1 يبقى 2. طب تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي عايز المعكوس الضربي للعدد 1. خلي بالك في عددين معكوسهم الضربي نفسهم، الواحد والسالب 1. واحد يقول لي ازاي يا استاذ؟ يعني ادي الواحد اصله على الواحد، لما شقلب البسط والمقام برضه 1 على 1، يبقى المعكوس الضربي هو 1. 1 على 1 فيها الواحد. وبرضه المعكوس الضربي للعدد -1 هو ايه؟ -1. يبقى في عددين خلي بالك معكوسهم الضربي نفسهم، الواحد والسالب 1. طب ندخل على السؤال اللي بعده. رقم 9 ده بيقول لي عايز المعكوس الضربي للعدد -3 على 5 أس 0. عايزك تفكر فيها ثانيتين كده. دي حاجة قديمة صح؟ لو أنا قلت سالب 3 على 5 أس 0، أي عدد أس 0 ب1 بس ما عدا الصفر. خلي بالك أي عدد أس 0 ب1 ما عدا الصفر. هقول له استنى، -3 على 5 أس 0 الإجابة 1. يبقى المعكوس الضربي للواحد برضو كام؟ 1. خلي بالك أي عدد أس 0 ب1 ما عدا الصفر. ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لي عايز المعكوس الضربي للقيمة المطلقة للعدد -3 على 5. أقول له استنى ما أطلع لك بره القيمة المطلقة الأول. طبعا بتطلع بالموجب، يبقى 3 على 5. طب المعكوس الضربي بتاعها اقول له 5 على كام؟ على 3. يبقى القيمة المطلقة بطلع بالموجب، 3 على 5 معكوسها 5 على 3. طب تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي العدد النسبي ده ألف ده. مش واضح قوي بس نوضحه احنا. ألف ناقص 1 على 5 له معكوس ضربي، يعني ممكن اشقلب البسط والمقام، بس الألف لا تساوي كام؟ اقول له طب استنى، لو انا عكسته كده 5 على ألف ناقص 1 ينفع ليه معكوس ضربي بس ما عدا الألف ما تساويش كام؟ أيوه صح 1. طب ليه 1؟ لأن 1 ناقص 1 صفر، وما ينفعش حاجة عندي 5 على 0، كمية غير معرفة ما أقدرش أعمل فيها حاجة. يبقى تاني ده ليه معكوس ضربي بس بشرط إن الألف ده ما يساويش 1، لأن 1 ناقص 1 صفر، صفر على 5 لما شقلب البسط والمقام العدد الوحيد اللي ليس له معكوس ضربي هو الصفر. ايه ده كمان بيقول لي اللي بعديها نفس الكلام. بيقول لي العدد النسبي الذي ليس له معكوس ضربي، ايوه لسه قايلينه هو مين؟ صفر.
تعال نشيك كده عليهم بسرعة قبل ما نشوف المعلومة اللي بعدها. ركز كده معايا. معكوس الضرب 3 على 7 و7 على 3. سالب 4 على 9 يبقى سالب 9 على 4. السالب 6 دي أصلها على الواحد، أشقلب البسط والمقام يبقى سالب 1 على 6. هنا دي أهمهم. هنا برفع الكسر الأول. 2 في 3 ب6 و1 7 يبقى 7 على 2 المعكوس بتاعها أهو 2 على 7. 5 من 10 يعني 5 على 10 يعني نص لو اختصرتها. معكوسها الضرب كام؟ 2. اتفقنا ان في عددين معكوسهم الضرب نفسهم، الواحد وسالب واحد. الواحد معكوس الضرب واحد وسالب واحد برضه سالب واحد. هنا قلنا اي عدد اس صفر بواحد بس ما عدا الصفر يبقى الاجابه واحد. السؤال اللي بعده جبنا القيمه المطلقه 3 على 5 معكوسها 5 على 3، واخر سؤالين قلنا هنا الالف ما ينفعش بواحد وهنا العدد اللي ملوش معكوس هو الصفر. طب تعال نشوف نوع تاني من المسائل بقى برضه في الضرب والقسمه. بيقول لي باستخدام خاصية التوزيع أوجد كل مما يلي في أبسط صورة. هقول له استنى. دي 5 على 12 في 3 زائد 5 على 12 في 9. إيه العدد المكرر هنا وهنا؟ 5 على 12. أطلعه بره بصورة واحدة بس، يعني مرة واحدة، وأعمل فيه وافتح قوس. طب لما أخده من هنا 5 على 12 يتبقى لي كام؟ 3 زائد، خلي بالك من الإشارة. طب لما اخد ال5 على 12 بره تطلع لي بره كام؟ يتبقى لي 9. يبقى تاني خدت بره 5 على 12 يتبقى جوه هنا 3 زائد 9. تعال نخلص للاخر. ادي 5 على 12 زي ما هي. نعدلها كده. ادي 5 على 12 في، تعال نجمع 3 زائد 9 يديني كام برضه؟ 12. والاقي ال 12 طيرت 12 يتبقى لي كام في الاخر؟ 5. طب اللي ما فهمش دي يفهم اللي بعدها. نفس الفكره بالظبط. برضه باستخدام خاصيه التوزيع اوجد 4 على 9 في 11 زائد 4 على 9 في 16. ايه العدد المكرر هنا وهنا؟ فعلا 4 على 9 في، افتح قوس، هيتبقى هنا 11. لما اخد ال4 على 9 يتبقى 11 زائد، هيتبقى هنا 16. 4 على 9 تنزل تاني في، اجمع 11 و16 هيدي لك 27. ممكن تضرب بالآلة لو انت عايز، بس الافضل اختصر كده. على 9 فيها الواحد، على 9 فيها التلاتة، واضرب 4 في 3 تدي لك كام؟ 12. ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لي 4 في 8 على 17 زائد 9 في 8 على 17 زائد 4 في 8 على، ايه المكرر برضه؟ فعلا 8 على 17 اهو. نطلعها بره بصوره واحده بس، مره واحده. اعمل فيه عشان ما تنساهاش وافتح قوس. لما اخد 8 على 17 من اول واحده تديني 4، يتبقى 4 اهي زائد. لما اخد 8 على 17 يتبقى لي 9 زائد. اخد 8 على 17 يتبقى لي كام؟ 4. ادي 8 على 17 في حالها اهي. في، تعال نجمع دول. 4 زائد 9 13 زائد 4 يديني برضه 17. الاقي 17 بالسلامه مع 17 هيتبقى لي كام؟ 8. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي 6 على 37 في 7 زائد 6 على 37 في 5 زائد 6 على 37 في سالب 11. ايه برضه المكرر عندك؟ ايوه فعلا كده 6 على 37 في، افتح قوس، هيتبقى لي هنا كام؟ ايوه سامع واحد بيقول 7 زائد، يتبقى كام؟ 5 زائد، يتبقى كام؟ سالب 11. نعملها جوه قوس كده. ادي 6 على 37 تنزل في حالها. تعال نجمع 7 زائد 5 12 وسالب 11 يديني كام؟ 1. يبقى الإجابة النهائية 6 على 37. ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لي كده 4 على 5 في 13 ناقص 4 على 5 في 22 زائد 4 على 5 في 9. برضه نفس النظام. أنا عندي 4 على 5 مكررة، طلعها بره في، افتح قوس. لو خدتها من هنا يتبقى لي 13 ناقص، المرة دي في ناقص اهو،
خدها 4 على 5 بره يتبقى 22 زائد خدها بره يتبقى 9. تعال نخلص الليله دي بقى. ادي 4 على 5 زي ما هي في، تعال نجمع 13 زائد 9، انا بجمع الموجب الاول هيديني 22 يطيروا سالب 22. 13 زائد 9 22 طيرت سالب 22 يبقى الاجابه صفر. واي عدد في صفر فعلا صفر. السؤال اللي بعده بيقول لي 7 على 12 في 5 زائد 9 في 7 على 12 ناقص 2 في 7 على 12. برضه المكرر هنا اهو اطلعها بره 7 على 12 في افتح قوس هيتبقى لي 5 زائد 9 لانك بتاخد 7 على 12 بره ناقص خدت 7 على 12 بره يتبقى 2. خلص على مهلك وبالراحه. في 5 زائد 9 14 14 ناقص 2 هيديني 12. بالسلامه 12 مع 12 يتبقى لي كام؟ 7. واحد يقول لي يا استاذ في بيقابلني سؤال كده عايزك تجاوبه لي في الحته دي مثلا. يجي يقول لي 5 على 12 في 7 زائد 5 على 12. نصغر الخط افضل عشان كله ايه يبقى شايف. بيقول لي كده 7 على 12 في 5 زائد 7 على 12 في 6 زائد 7 على 12 يا استاذ. مفيش جنبها حاجه. استنى اقول له اشتغل عادي. ايه المكرر هنا وهنا وهنا؟ برضه 7 على 12 طلعها بره في افتح قوس. لما اخدها من هنا هيتبقى لي 5 اهي زائد. طب خدها من هنا هيتبقى لك 6 زائد. الله 7 على 12 دي واقفه لوحدها. خلي بالك ال7 على 12 دي اصلها في 1 بس ما بيكتبش. طب لما اخدها بره يكتب مكانها مين؟ 1. يبقى تاني 7 على 12 في 5 7 على 12 في 6 7 على 12 بس انا كتبت جنبها في 1 وممكن ما اكتبوش على فكره. طلعت 7 على 12 بره هيتبقى 5 زائد 6 زائد 1. ادي 7 على 12 في حالها. في اجمع بقى. تجمع هيدي لك 12. 12 طيرت ل 12 يبقى الاجابه 7. خلي بالك من النوع ده قوي. النهارده كده شيكنا على بعض التمارين كده في ضرب الاعداد النسبيه. ان شاء الله قريب كده هنشوف تمارين تاني كده على قسمة الاعداد النسبيه قريب ان شاء الله. استودعكم الله. بس يا ريت الحاجات دي تتراجع تاني لان ده من الاسئله اللي لازم تيجي في امتحان ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.